السلام عليكم. قدامك في الصورة دي واحدة من الناجيات اللي هم بتوعنا يعني، بداية كده من ناجية الأتوبيس، فتاة الأتوبيس، مرورا بقى باللي صورت الراجل عند المحل ورمت بلاعة عليه وغيرها وغيرها وغيرها، لحد ما وصلنا للأستاذة اللي قدامنا دي اللي اسمها شيماء حسين، واللي يقال إن هي يعني بتشتغل يعني مراسلة أو صحفية في إحدى الصحف يعني الإلكترونية اسمها الحدث اليوم. الأستاذة يعني بحسب كلام سواق الأوبر بتقول أو بيقول إن هي كانت راكبة معاه وهم كانوا بنتين ومعاهم شاب. المهم إيه، البنتين واحدة منهم اللي هي الأستاذة دي ركبت جنب السواق والتانية ركبت مع الشاب ورا. فالراجل قال لك انا ما حبيتش ايه يعني اقول لهم لا البنات تقعد مع بعض والشاب يقعد جنبي، قلت عشان الرحله ما تتلغيش وعشان ايه تقريبا الرحله كانت سعرها كويس. فدي ركبت جنبه فشغل لنا مهرجانات، شغل لنا اغاني، شغل لنا مش عارفه ايه. المهم الراجل قال لك انا كده كده بسمع مهرجانات، فشغل اغاني مهرجانات ودي قعدت تترقص وتعمل وتغني بصوت عالي. فايه بيهزر معاها بيقول لها ايه، او يعني بيقول لها ايه، طب ما ايه رايك نقفل الكاسيت وتغني انتي. فطبعا التانية بمنتهى قلة الادب تقول له ايه شش، بمعنى اسكت انت. فطبعا ايه الشخص الايه او السواق اتضايق من الايه الوضع وراح قافل الكاسيت. طبعا التانية هاجت عليه وبتزعق ومش بتزعق، وانا الدماغ اللي انا عاملاها هضيعها عليك او يعني هضيعها عليك والكلام ده. فالشاب ايه او سواق الاوبر قال لها طب اتفضلي ايه هلغي الرحله واديني حسابي على المسافه اللي انتم مشيتوها بس، واللي هي كانت تقريبا نص المسافه. المهم الاستاذه نزلت تشتم وتقل ادبها وتعمل حركه الصباع اللي انتم شايفينها دي في الصوره وايه، وتهدده ان هي هتحبسه. طبعا الشاب ايه قال لك احمي نفسي، فراح مصورها من غير ما تاخد بالها. فايه طبعا الاخت بقى اتصلت وبصعبانيات وبمحن على الداخليه اللي هي لسه شتمها في الفيديو سبحان الله، تقول لهم ان الايه الاستاذ ده اتهجم عليها وحاول كمان يغتصبها. لكن الشاب كان بيحمي نفسه والاستاذه بتخربش نفسها وبتقطع هدومها. فكان ايه رد فعله، قال لها اعملي اللي انت عايزاه، انا كده كده ايه بكلم برضو الداخليه او بكلم النجده عشان تيجي تنقذني منك. فربنا ايه الهمه يعني بالتصوير، فراحوا هما الاثنين وتم التصالح. وبتقول طبعا البنت بعد كده بتقول ان هي اديته فلوسه اللي هو ايه حساب الرحله علشان الموضوع ينتهي على الصلح. طبعا هي بعد ما روحت بيقول ان هي كلمته تهدده وانا هعمل وانا هسوي، فهو راح ناشر الفيديو على السوشيال ميديا عشان يعني ايه يثبت حاله ويثبت ان هو ما جاش جنبها وان هو ما عملهاش حاجه. طلعت بعديها الاخت تتصعبن وتقول انا قلت له وانا عدت له واصل هو قال مش هينزل وبتاع ما كنتش اعرف موضوع الفيديو، بس انا اي حد يتكلم عليا او اي حد يهددني انا مش هسكت له وانا هوديكم كلكم في داهيه. الاخت يعني ما اكتفتش بان هي بتتبلى على السواق وهتوديه في داهيه، لا دي كمان هتودي اي حد يتكلم في حقها في 60 داهيه على حسب كلامها. المهم ان الاخت ايه طبعا تم التصالح زي ما قلنا بينهم، لكن دلوقتي هم بسبب الفيديو هي والسواق اتقبض عليهم تاني تمهيدا لعرضهم على النيابه عشان نشوف الموضوع هيرسي على ايه. وانا بطلب من صاحب العربيه او سواق الاوبر ان هو ما يسكتش على حقه، بل بالعكس ان هو يطلب التعويض بتهمه البلاغ الكاذب وبتهمه السب والقذف وبتهمه كمان تكدير السلم العام وازعاج السلطات. وبالنسبه للاخت اللي هتودي الناس كلها في داهيه، اتمنى لك حياه سعيده كده وانت بتودي الناس في داهيه. نقابه الصحفيين اولا قالت ان هي ما تعرفكيش وان هي هتقاضيكي، وثانيا الصفحه اللي انت كنت بتنشري ليها قالت برضو ان هي ما تعرفكيش وان هي هتقاضيكي. فسبحان الله كنت حابه تركبي الترند على حس الراجل الغلبان، قام الترند ركبك ويعتبر كمان الشعب رجاله وستات ركبوكي كمان وبيطلبوا ان انت تتعاقبي على الجريمه اللي انت عملتيها. فالفيديو ده يا جماعه او الكلام ده انا عايز اقول حاجه يا جماعه، الستات او البنات رمي البلا مش في صالحكم، عشان حاجه بسيطه قوي انتوا كده بتضيعوا حقوق بنات كتير ممكن فعلا يكون تم التحرش بيهم
او تم الاعتداء عليهم. فما كانش الموضوع حقيقي، خدي حقك بالقانون ده لو ليكي حق، ولو مالكيش حق خلصي الموضوع بالتراضي وبالود واتكلي على الله، وسيب الراجل الاخر يتكل على الله. انما اللي احنا بنعمله ده مش في صالحكم ولا في صالح اي واحده بعد كده هتقول ان انا تم الاعتداء عليا. تمام.